اللي بيحصل ده ما اسموش فجر تحكيمي، لا، ده اسمه عهر تحكيمي. عهر تحكيمي. مش عيب انك تكون حكم فاشل، ما بتعرفش تحكم، مستواك الفني ضعيف، امكانياتك كحكم ضعيفة، لكن انك تكون حكم ظالم وبجح دي اللي جديدة. وده اللي احنا قلناه، طلعنا وقلنا خدوا بالكم الدور الثاني الاهلي هيتم محاربته بضغط المباريات وبالاحتواء اللي هيحصل. الحلقات موجودة، الحلقات موجودة، السيناريو معروف. كلاتنبرج مشي، رئيس لجنة الحكام محمد فاروق، واللي بيحضر ماتش اللي بيعين توفيق السيد، واللي بيحكم النهارده ابراهيم نور الدين. تعال اقول لك مين محمد فاروق لو انت مش من الجيل اللي حضر. لو انت مش من الجيل اللي حضر موقعة 2018 او 2017، لسه 2016 محمد فاروق نهائي كاس مصر سموحة والزمالك، لما طلع الاستاذ ثروت سويلم قال المستشار كان عايز حكم مصري عشان هو نفسه في بطوله فجبنا له حكم مصري. طبعا لما طلع كاسونجو ضرب المدافع وجاب جون كسب بيه الزمالك، هو ده محمد فاروق رئيس اللجنه. فرئيس لجنه الحكام اللي اهدت الزمالك كاس مصر، او الحكم بقى اللي كان ساعتها حكم في المباراه، هو رئيس لجنه الحكام ابراهيم نور الدين اللي كلنا عارفينه. ضربه جزاء لحسام حسن في اول دقيقه في المباراه، والفار بيناديه بيقول له تعالى شوفها واضحه وضوح الشمس. حسام حسن سبق الكوره، لمس الكوره الاول، محمد عبد الغني داس على رجله، يعني الكوره دي ضربه جزاء وانذار. مفيش حاجه، مفيش حاجه. الابجح والافجر كوره في راس مغربي، لدرجه ان الصفحات الزملكاويه زي ما انتم ما شايفين، صفحه زملكاوي ايطاليان زملكاوي، اكبر صفحه زملكاويه، اللي هم اساسا بيدلسوا الحقيقه. يعني يا راجل ده اللي بيدلس الحقيقه قال لك انت مش ضربه جزاء، انت ضيعت عليا هجمه. الكوره دي فعلا واحنا بنتفرج عليها لايف انا قلت بص الغبي ضيع كوره على الزمالك، ده غباء. مش ليه؟ لان هو ضيع عليهم فرصه انه لو كان سابها كانت ممكن تيجي، لان كان لسه فيها شوطه. الشيء الاغرب ان الفار ده قال له تعالى في راسه اروح وبرضه احكمها. انا مش قادر اصدق ان في الكورتين ضربه الجزاء اللي سموحه الفار يناديه ويقول له تعالى في ضربه جزاء انت ما شفتهاش، فيقرر انه لا برضه مش ضربه جزاء. الكره الثانيه ينادي عليه ويقول له مش ضربه جزاء انت ازاي حسبتها، يصمم اني برضه هحسبها. لا يا جماعه، لا 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 لا، ده شيء اقوى من الفجور، ده شيء احنا بنعلنها صراحه. احنا هنكسب الزمالك وده اللي عندنا، اخبطوا راسكم في الحيط. احنا هنراضي المستشار وهنراضي الجماهير اللي ما جاتش النهارده عشان ما فيش سندوتشات زي ما شفنا. قال لك احنا بنشجع الزمالك مش عشان البطوله، ده حب من الطفوله، بالرغم ان النهارده لما مكان ما فيش اتوبيسات وما فيش سندوتشات ما حدش راح الملعب. اقسم بالله الواحد بيضحك من الفجر والعهر اللي احنا بنشوفه في التحكيم. لا 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 يا جماعه، اقسم بالله انتوا اللي بيحصل ده مش طبيعي. في خطأ تحكيمي يعدي، لكن اللي بيحصل ده مش خطأ تحكيمي، ده مش خطأ تحكيمي، لا ده فجر وعهر تحكيمي. ده الموضوع تخطى، ده زي ما بيقولوا كده ده اغتصاب تحكيمي للعدالة اللي بيحصل ده. يعني انا مش عارف هل بقى الاهلي المفروض يعمل ايه في المواقف اللي زي دي، لان اللي جاي خلاص. ما هي النهارده بتتعلن صراحة صراحة ضربة جزاء وهيناديني الفار ومش هحسب، ضربة جزاء مش ضربة جزاء وهيناديني الفار وهحسب. انت متخيل؟ طبعا الماتش هربت من سموحه. هتقول لي طب ما الاجوان ما فيهاش، ماشي، ما هو ماتش فريق بيتحسب له ضربه جزاء ما بتتحسبش، فريق عليه كوره مش ضربه جزاء بتتحسب، بعديها بيتم انذار الجهاز الفني كله، وبعديها بننزل المهاجم وبننزل 2 3 لعيبه في الملعب بدون اي داعي. ليه؟ عشان انا حكم جامد وباخد اللقطه. اقسم بالله يا جماعه ما حكم ولا ينفع يحكم، لا شخصيه ولا كاريزما ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا مستوى فني. اقسم بالله احنا لو يعني اوقفوا نشاط في الكوره في مصر، اوقفوه لو بالمنظر ده. ادي لجنه التحكيم وادي المنظر. عرفتوا كلاتنبرج كان لازم يمشي ليه؟ عشان هم كانوا عايزين ده اللي يحصل. لان الراجل بقى على فكره هو في وجوده ده ما كان ممكن يحصل، بس هو كانوا عارفين ان بعد الاسبوع ما يخلص هيطلع الراجل يقول مين اللي حسب ده، اللي حسب ده يقعد، اللي حسب ده ما يحكمش تاني. ده لو احنا في منظومه كرويه محترمه. لكن الفجر اللي احنا شفناه ده اعتقد هو يعني مش قادر اصدق والله العظيم ما مستوعب. عارفين ان ابراهيم نور الدين النهارده كان في مهمه وتمت المهمه بنجاح وكل ده احنا فاهمينه، بس مش كده. يعني مش بالبجاحه دي. ايه يا جدع البجاحه دي؟ انتوا ازاي كده؟
يعني انتوا ازاي كده؟ ده الموضوع تخطى ان انا اقول لك ضميرك وتبص في المرايه. ضمير مين يا عم؟ ده ضمير قبل حكمت. ده ضمير قبل حكمت والله. انتوا بتهرجوا. انتوا بتهرجوا. انا مش قادر استوعب ان هل معقوله الشكل ده والمنظر اللي احنا شفناه ده تخطى حدود الطبيعه، تخطى ان الكوره، تخطى الفجر التحكيمي، الظلم التحكيمي. ازاي ده بيحصل؟ وهيتسكت على ده ازاي؟ طب الحكام اللي جايه بعد كده تعمل ايه؟ يعني احنا هنشوف ايه في المباريات اللي جايه بعد كده؟ لما الفار بيناديكوا في كوره وضوح الشمس ما بحسبش حاجه، كوره في راس اللعيب ووضوح الشمس وبنادي لك ده. يا جماعه الفار ده اتعمل عشان الكور اللي ما شافهاش الحكم يشوفها. تلفزيون، اكنه قاعد بيتفرج على التلفزيون زينا كده، فالحكم ما شافهاش من اول مره، فالفار ناداه فيصمم على قراره بالرغم ان هي جايه له في الفار. طب انت بتروح للفار، طب الغوا الفار بقى. يعني الغوا الفار عشان شكلكم يبقى حلو، لان كده ريحتكم وحشه، ريحتكم العالم كله هيتفرج عليها. يعني انت الصحف العالميه هتتكلم على فضايحكم دي، هتتكلم ان انتوا عندكم فار. انا اسف يعني، ده فار مين اللي يعني انتوا الحكام ده لو حكام كفيفه هتشوف اللي الفار ده عليه. انتوا ازاي كده؟ انتوا طبيعيين يا جماعه؟ انتوا زينا، بشر زينا. يعني انا هقول لك حاجه، انا راجل اهلاوي ومعروف انتمائي، اقسم بالله لو بحكم للاهلي هستحي احسب دي ولا ما احسبش دي، هستحي، هتكسف من نفسي، هتكسف من منظري، هتكسف، هعمل فيها محايد، يعني هعمل فيها محايد. لا لا، اللي بيحصل ده يا جماعه تخطى كل مراحل الفجور، ولكن توقعناه، قلناه. ما تخيلتش انه هيكون بالفجاجه دي، بالريحه دي، بالمنظر ده، لكن كنت عارف انه هيحصل. ارجع لحلقاتي، قلت الاهلي هيرجع من كاس العالم، هيضغطوه في المباريات والاحتواء هيشتغل. قلت ده في اكتر من حلقه، اللي متابعني عارف في اكتر من حلقه الاحتواء هيشتغل. وبدأ، ولكن بدأ ده مش احتواء، انا اسف، ده اغتصاب للعداله التحكيميه في مصر. احنا عدينا مرحله الاحتواء، عدينا مرحله الحضن. الموضوع بقى اعنف من كده. اتمنى ان يبقى في موقف، اتمنى ان واحد زي ابراهيم نور الدين ده، بس انا اسف، انا طبعا بعتذر على الطلب اللي انا هطلبه ده، لان انا عارف ان انا بطلب انه هو ذنبه ايه؟ دي تعليمات وانتماءات. ففكره ان انا اطلب ان هو يتوقف او انه يبطل تحكيم ده كلام مش هيحصل، بل بالعكس، انت ممكن تلاقي ابراهيم نور الدين الماتش اللي جاي بيحكم للاهلي. ليه؟ لان احنا عايزين نعطل الاهلي شويه بقى. ما احنا الزمالك الكل هيسهل طريقه، فالاهلي لو فضل بيكسب دي تبقى ازمه. عطل الاهلي الناحيه الثانيه، هنشوف. وباذن الله اتمنى ان يكون في موقف من مجلس اداره سموحه، مجلس اداره النادي الاهلي، لان الموضوع زي ما بقول لك انت لسه هتشوف الاسوأ. لان زي ما بقول لك اللي احنا كنا متخيلينه مش للدرجه دي، فتخيل اللي انت شفته، فتخيل بقى لما يكون في اسوأ منه هيعملوا ايه. يعني انا اعتقد ان لو في لعيب من الزمالك قرر يقع في نص الملعب هيحسب له ضربه جزاء. ده في اللي جاي، ده اللي هيحصل، ده السيناريو الجديد. فكره بقى الضمير وانتوا ازاي بتبصوا في المرايه، زي ما قلت لك كده، ضمير قبل حكمت. عند قبل حكمت كده ايه، روح دور على الضمير. ضمير ايه يا عم اللي انت بتتكلم عليه؟ انت مش عايش معانا؟ انت مش عارف مين الحكام؟ انت مش عارف لجنه الحكام يعني بقول لك كابتن محمد فاروق جابوه عشان يديهم الكاس، انت ناسي؟ هو بقى رئيس لجنه الحكام. اما ابراهيم نور الدين تمت المهمه بنجاح. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وكومنت وتتابعونا على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واتشرف ان شاء الله باذن الله بمتابعتكم. سلام.